بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب مطبخ خميس، ازيكم عاملين ايه؟ تعالي معايا كده يا حلوة الحلوين. لو عندك كيلو لحمه مفرومه واولادك زهقوا من كل حاجه، من البشاميل والجلاش وكل حاجه بيدخل فيها اللحمه المفرومه، تعالي النهارده اقول لك نعمل باللحمه المفرومه دي حاجه لذيذه وجميله والاطفال كلهم بيحبوها. تعالي معايا بقى كده يا قمر، وهاتي كيلو من البرغل، هنقيه ونغسله كويس. طبعا احنا معانا كميه ازيد، احنا مضاعفين الكميه عشان انتوا عارفين ان احنا عندنا قناه بنعمل عليها تفريزات، وانا بقول لكم من خلال قناتي دي عايزاكم تدخلوا على قناه مطبخ خميس للاكل البيتي وتتابعونا وتتابعوا التفريزات بتاعتنا. طبعا الكميه اللي معانا هنا طبعا ده حوالي كيلو ونص. الكيلو ونص ده انا هضيف له 3 كيلو لحمه. ما انت علشان تعملي كفته البرغل لازم يكون اللحمه ضعف البرغل، فانا معايا كيلو ونص ومعايا 3 كيلو من اللحمه. هنزل باللحمه بتاعتي. طبعا انا معايا هنا لحمه مفرومه ولحمه قطع، لو انت حابه تضيفي الكل مفروم مفيش مشكله. معايا بقى البهارات، معايا هنا فلفل اسود نص معلقه او معلقه قرفه، معلقه صغيره حبهان مطحون، معلقه بابريكا، معلقه كزبره ناشفه. هنضيفهم على اللحمه كده كويس. طبعا لان معانا هنا كيس خلطه الكفته، طبعا كيس خلطه الكفته ده بنقل طعم الكفته في حته تانية. ننزل بيه كده يا قمر على الكفته. بعد كده معايا هنا بصل انا مقطعاه غسلاه ومخلياه زي الفل، ماشي. طبعا معايا التفاصيل يا قمر، اوعي تغلطي في حاجه عشان الكفته تطلع معاكي كده جميله وهشه وطريه من جوه. ومعايا توم، معايا فلفل، حابه تحطي فلفل سبايسي ماشي، حابه تحطي فلفل بارد ماشي، ده على حسب رغبه الاكله اللي عندك. معايا شويه من الكزبره والشبت والبقدونس انا مقطعاه. هنقلب بقى كل الحاجات دي مع بعضها. طبعا ما ننساش الملح، نحط الملح، معلقه صغيره من السكر عشان تسكر الطعم وتخليه جميل، يبقى مسكر كده زيكم يا مسكرين، ماشي. هنقلب بقى كل الحاجات دي ببعضها كده كويس جدا وهنفرمها ونرجع لكم. ودي بقى يا حلوين شكل الكفته بتاعتنا بعد ما فرمناها. طبعا احنا بنبعت نفرمها هنا في مفرمه عندي واحد عندنا هو متخصص لفرم الكفته والحاجات دي، فاحنا فرمناها عنده. شايفه كفته ناعمه وجميله ومتماسكه، شفتوا؟ بس احنا طبعا لازم ندخلها التلاجة تتسمخ شويه. هندخلها التلاجة وبعد كده نرجع لكم تاني. طبعا يا ولاد علشان ما نطولش عليكم دخلنا الكفته التلاجة وبعدين عملناها في البيض والفيجيتار والبقسماط وبقت بالشكل ده. طبعا اوردراتكم الجميله احنا في انتظارها، متاح عندنا اي كميه ومتاح عندنا من اول نص كيلو. اطلبونا على الارقام اللي هتظهر لكم على الشاشه. تعالوا بقى يا ولاد دلوقتي هنحمر الكفته دي مع بعض يا حلوين. طبعا هي بتتحمر في الزيت وبتاخد سواها في الزيت، فالزيت لازم يكون غزير وسخن، واول ما تحطيها تكون النار مستويه عليه شويه، لكن بعد كده تهدي عليها عشان تستوي وتكون كويسه. هننزل بقى في الزيت السخن. صلوا على النبي يا حلوين، قولوا عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنحمر الكميه دي. وده يا حلوين شكل الكفته بتاعتنا بعد ما حمرناها. قدموها بالف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش اللايك والاشتراك في القناه، وشكرا على كومنتاتكم الجميله.